سلام، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم ومرحبا بيا عندكم في قناتكم صومولو تاع الجيري. سعيا منا لتسهيل الطبخ بدون روتين، نحاولوا في كل مرة ننجزوا وصفات لمملحات أو حلويات باستعمال مكونات جديدة. لما لا؟ وفي كل مرة نمدوا كامل ليزاستيوس والحيل اللي تخلي الوصفة تنجح معكم بدون روتين. جينا اليوم باش نحضروا مع بعض أروع وصفة ميني بتي فور بدون روتين، ممكن تحضروها بنة أكثر من رائعة. فرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله. نحب تتبعوا الفيديو للأخير لأنه راح نعطي لكم بزاف لي زاستيوس وكذلك البدائل للمكونات المستعملة. في غيسيبيون حطيت 250 غرام مارغرين، تقدروا تستعملوا النوعية تاع لابيل ولا النوعية تاع صود. ضفت عليها كاس إلا ربع تاع سكر ناعم. الكاس اللي قصد بيه هو الكاس تاع 220 مليلتر. بالنسبة للسكر الناعم استعملوا النوعية تاع المرجان، راهي بدون غلوتين. ضفت عليهم ملعقة أكل كبيرة مملوءة سكر حبيبات. نخلطوا كل من المارغرين والسكر والسكر حبيبات مع بعضهم باستعمال الضراب الكهربائي. ماشي لازم تستعملوا الضراب الكهربائي، تقدروا تخلطوا المكونات فقط بيدكم. المهم المارغرين لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد ما نتحصلوا على مزيج كريمي نجي نحط البيض. استعملت 2 حبات بيض اللي يكونوا هما بدورهم بدرجة حرارة المطبخ. نكملوا نخلطوا المكونات مع بعضهم حتى يمتزجوا تماما، لأنه باغسويت راح نحطوا المكونات الجافة. شفتوني منذ مدة استغنيت نهائيا عن استعمال الكاكاو وعوضته ببودرة الخروب تاع كاروما. هذا المنتوج اللي راهو بدون غلوتين متوفر في الأسواق والسعر تاعو رمزي، ممكن تلقاوه عند العشابين، عند بائعي لوازم الحلويات، وين ما رحتوا تلقاوه. بالنسبة للفرينة استعملت فرينة لينات خليط الكراب. إذا ما توفرش عندكم الخروب تقدروا تستعملوا الكاكاو، بصح يبقى الخروب فيه قيمة غذائية عالية. حطيت ملعقة تاع خروب وضفت عليها كيس خميرة الحلويات بوزن 10 غرام، ونجي نحط الفرينة. نهضروا شوية على النوعية تاع الفرينة هذه اللي راهي مدعمة بالعدس الأحمر. تقدروا تنجزوا بها الكراب ولا البانكيك ولا لي مادلين، ناجحة بالبزاف لي مادلين، ولا تقدروا تحضروا بها الحلويات الجافة. عندها لا تيكستور تميل بالبزاف للنشا، وعندها قيمة غذائية عالية مادام راهي مدعمة بالعدس الأحمر. ممكن تقدروا تعوضوها بأي فرينة خاصة بالحلويات ولا فرينة ميكس. وإذا حبيتوا تنجحوا لي بتي فور تاعكم واستعملتوا فرينة ميكس، ننصحكم تحطوا 3 ملاعق تاع نشاء الذرة اللي هي المايزينا، وتكملوها بكمية تاع الفرينة الخالية من الغلوتين. جينيرالمون الفرينة المصنعة اللي تكون ميكس تكون ثقيله شويه عليها اللي حطينا نشا، ولا عليها اللي لازم نحطو نشا. سينو اذا استعملتوا فرينة خاصه بالحلويات ولا نفس النوعيه اللي استعملتها انا تقدروا تكتفيوا بها لوحدها. حطيت بداية ملعقة واحدة تاع مسحوق الخروب، من بعد عجبني اللون وعجبتني الرائحة دونك ضفت الملعقة الثانية. تقدروا تحطوا ما بين ملعقة حتى الملعقتين تاع مسحوق الخروب، راح يعطيكم لون، يعطي لكم بنة وقيمة غذائية عالية. وإذا شفتوا في عديد الوصفات اللي استعملت الخروب استغنيت نهائيا على سكر فانيليا واكتفيت بالبنة والريحة الهايلة تاع الخروب. دونك ما تجيش ريحة غريبة ولا ريحة الخروب تجي قاطعة في الحلوى هذه ولا في أي نوع تاع حلويات استعملتوا فيها الخروب، لكن صدقوني يعطي لكم واحد البنة أكثر من رائعة. ما رانيش نهضر بزاف، بصح راني نحاول في كل مرة نحفزكم باش تستعملوا مكونات جديدة ونزيد نعرفكم بهم عن قرب. لا تيكستور اللي تحبسوا عندها عجينة طرية تشوفوها ما تلصقش في اليد. دونك ما لازمش العجينه تاعكم تكون ناشفه مليح، لانه الفرينه البدون غلوتين اساسها نشاء الذره وبالتالي راح تتشرب. لازم العجينه تاعكم تكون طريه، وديما تستيوها باليد اللي تكون ناشفه. كي تشوفوها سيبون ما راهيش تلصق في اليد تقدروا تبداو تشكلوها. شفتوا القوام تاع العجينه اللي توقفت عنده؟ تقدروا تستعملوا لابوش وتحطوا فيها 2 سينو
تخدموا مباشرة باللامبوط ولا بلادو اللي تكون عندكم. نحط كمية قليلة تاع العجينة ونجي نحطها في لابوش ونضغط بالابهام. دونك انا عطيت شكلين لي بتي فور تاعي، وانتم حطوا الاشكال ولا انجزوا الاشكال اللي حبيتوها. كما تقدروا كذلك تتحكموا حتى في الحجم تاع الحبة تاع لي بتي فور اللي راح تنجزوهم. المهم خلوا اسباس ما بيناتهم، وحاولوا انه الحبة تعطيوا لها حجم متوسط باش تاكلوا حبيبة فقط تقنعكم هكذا، باش ما ديروهاش كبيرة بزاف، ما تجيش تقهام. ماشي ممكن وليداتكم يتناولوا قطعة ولا يتناولوا جزء من قطعة ويخليوا لكم الباقي. انا نحب ديما كي ننجز حاجة بدون غلوتين يكونوا خبزات صغار، قطع تاع حلوى صغيرة، مملحات صغيرة الى غير ذلك. الشكل الثاني اللي اخترته راهو قدامكم، وراكم تشوفوا كيفاش راني نستعمل فلادوي وما حطيت لها لا زيت ولا فرينة. من بعد ما تكملوا التشكيل غمسوا صباعكم في كمية تاع الماء وحاولوا تضغطوا شوية على الجوانب باش تعطيو للبتي فور تاعكم شكل مليح. طيبتهم في فرن يكون مسخن مسبقا على 200 درجة. نطيبهم من الجهة السفلية ونشعلهم من الجهة العلوية دقيقة واحدة تكفيهم. باغسويت حتى البتي فور عطيت له اشكال في التزيين. دونك القطع اللي درتهم طوال لصقوهم اما بالمعجون ولا بكميه تاع العسل. نغمسوها في الشوكولاته، استعمل شوكولاته بالحليب، استعملوا اما الوجدان ولا دادا. نذوبوها ونضيفوا لها 2 ملاعق تاع زيت نباتيه، وتزيين اختياري لكم. الشكل الثاني درت دي غوزاس، والشكل الثالث درت كوكياج من لصقت كل 2 حبات مع بعضهم. على قد ما نقولكم انه الوصفة سهلة الانجاز، وعلى قد ما نقولكم انه الحلوى هذه بنينة بنينة بنينة، اكيد ما نعطي لهاش حقها. راكم تشوفوا كيفاش حافظت على الشكل تاع الغوزاس، كيفاش جا اللون تاعها هايل، كيفاش التزيين يشهي صح باش تاكلوه. صدقوني الوصفة تستحق التجربة بامتياز. حاولوا مرة على مرة نغيروا الكاكاو، بودرة الخروب، نغيروا النوعيات تاع الفرينة. ممكن النوعية هذه تاع الكراب بزاف ناس يقولك اوب انا شريتها ما نقدرش ندير بها خبز، واش نقدر ندير بها؟ الوغ هذه واحدة من لي زاستيوس اللي تقدروا تستعملوا بها نوعية تاع فرينة لينات المدعمة بالعدس الأحمر. نتمنى أن الفيديو اللي قدمته لكم اليوم يكون نال إعجابكم، وأكيد نتمنى أنكم تطبقوا الوصفة وتكونوا موفقين في تحضيرها، وتنورونا برايكم في التعليقات وبتطبيقاتكم الأكثر من رائعة، سواء على حسابي على الفيسبوك أو على صفحتي على الانستغرام سونغلوتا الجيري. أسعد دوما بتواصلكم. الوغ الامهات ولا الناس المتمدرسه ولا الناس الخدامه انجزوا كميه من هاد لي بتي فور، وباش ما ننساش كيفاش تحتفظوا بهم ضروري تحطوهم في علبه اللي تكون حديديه باش يحافظوا لكم على القرمشه. اذا ما كانتش عندكم خذوا اي قدره اللي ما تستعملوهاش وحطوا فيها لي بتي فور باش تتجنبوا الرطوبه اللي تقدر تكون فيه، ولا في اي نوع تاع حلويات انجزتوها سواء بالغلوتين أو بدون غلوتين. باش نحافظوا على القرمشة من الأحسن العلبة تكون حديدية. هذه نصيحة باش تحافظوا على النوع تاع الحلوى اللي تنجزوه ويشد لكم أطول مدة. نتمنى أنه ما نكونش طولت عليكم بزاف، بصح متأكدة أني مديت كامل النصائح اللي كنت حابة نثيرهم من خلال الفيديو تاع اليوم. تهلاو في روحتكم، تهلاو بزاف بزاف في صحتكم وفي سلامة حميتكم. إلى فيديو آخر، سلام.